بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله في انتظار مشاركة حضراتكم معنا في هذا البث المباشر إن شاء رب العالمين، ونتمنى من الله التوفيق ومشاركتنا في عرض هذه الكلمات التي تدور في أذهاننا ونطرح فيها بعض الأمور الحياتية التي تحيط بنا على الساحة المحلية والساحة العالمية. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل أنبياء الله والمرسلين. معكم المواطن المصري رسلان الباز، وكيل المؤسسين لحزب صقور مصرية تحت التأسيس، ابن من أبناء محافظة الدقهلية وجمهورية مصر العربية. طبعا أنا في انتظار مشاركة حضراتكم للدخول معي في هذه الكلمات والتي تخرج من قلبي خالصة ابتغاء مرضات الله. أنتم تلاحظون على مدى التاريخ، لأن أجيالنا الحالية إلا من رحم ربي منهم لا يدركون كم المكائد والمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها مصر على مدى تاريخها. فطبعا مصر دولة محورية ولها ثقل تاريخي وسياسي واقتصادي واجتماعي وفي كل المجالات، قديما وحديثا ومستقبلا. أبدأ أولا ليدرك العالم العربي ويدرك الشعب المصري أن الغرب والأمريكان والصهاينة دائما عينهم على بلاد العرب وخاصة جمهورية مصر العربية. نبدأ أولا بما حدث في دولة قطر أثناء تنظيم وإجراء مباريات كأس العالم، ليعلم القاصي والداني أن الغرب يريد أن يعيد أمجاده بعد أن كسر العرب شوكتهم. فأول مشهد آلمني وأوجعني أن نرى بعض الفرنسيين أو الفرنسيس يأتون إلى دولة قطر العربية الشقيقة، نحن نتعامل مع شعبها، ويأتون بملابس الفرنجة أو الحملات الصليبية التي تعرض لها المشرق العربي والإسلامي. هؤلاء أتوا بهذا الزي ليوصلوا رسالة. أنا ما بحبش أعدي على المواقف أو على المشاهد مرور الكرام. يريدون أن يوصلوا رسالة
بأن هؤلاء الغرب في يوم من الأيام اجتاحوا الأمة العربية بعدد 7 حملات صليبية، 7 حملات صليبية على المشرق العربي الإسلامي. ولكنني أردت أن أرد عليهم حسب معركة الوعي قبل السعي والتعلم قبل التكلم، ليفهم شبابنا المصري العظيم وشعبنا الأبي أن هذه الحملات الصليبية تم كسر شوكتها، وآخر هذه الحملات كانت الحملة السابعة، والتي قام شعب مصر الأبي بقيادة شعب الدقهلية، محافظة الدقهلية، الشعب العظيم، وقاموا بأسر لويس ال19 في قرية دقهلة التابعة الآن إلى محافظة دمياط كما أعلم، تبع مركز الزرقاء، وكانت قبل ذلك تابعة لمحافظة الدقهلية. وتم أسر لويس ال19 ووضعه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة، وما زالت إلى اليوم أثرا من الآثار التاريخية والتي تشهد بأن الشعب المصري كسر شوكة الحملات الصليبية التي تعرض لها المشرق العربي الإسلامي. فأنا أقول لهؤلاء الذين ارتدوا هذا الزي، نقول لهم إن الشعوب العربية لا تهدد، وعلى رأسهم مصر. إن الشعوب العربية الإسلامية لا تهدد ولن تقبل التهديد، ولن نخاف منكم ولن ترهبونا، لأننا أصحاب قرار وأصحاب رأي، ونأخذ قرارنا من رأسنا ممثلا في قائدنا الحكيم الفارس المغوار والليث الهجام، القائد الزعيم صقر مصر والأمة العربية والعالم، فخامة السيد الرئيس السيسي حفظه الله ورعاه، وكل رجالات مصر الشرفاء. فهؤلاء الفرنسيس أتوا بهذه الرسالة: أنت جاي تتفرج على ماتش كورة، جاي تشاهد رياضة ترويحية اللي هي مباريات كرة القدم، أحضر إلى المباريات وأحترم تقاليد الدولة التي أنزل إليها بعاداتها وتقاليدها، لأنها دولة عربية تدين بالإسلام ولا تقبل أي تجاوزات تضر بأمنها القوم. وخير دليل على ذلك أوصل لك رسالة: إن السائحة الأجنبية التي أتت إلى مصر وقامت بأشياء مشينة على سطح الهرم، ماذا كان رد الدولة المصرية؟ تحرك الرجال صقور مصر من وزارة الداخلية الشرفاء حفظهم الله جميعا، وقاموا بضبطها ومحاسبتها واتخاذ الإجراءات القانونية معها. نحن نرحب بكل أطياف المجتمع بكل العالم، لأننا ننشر السلام ونحب السلام، وشعبنا بطبيعته شعب مضياف، شعب كريم. في الأمة العربية جميعا أنت أتيت لمشاهدة مباريات كرة القدم، فوجب عليك أن تحترم تقاليد الدولة التي تنزل إليها. يبقى ما تجيش لي لابس لي الزي بتاع الفرنجة وجاي تهددني. يعني أنت جاي لي لابس
اللبس بتاع الحملات الصليبية، وجاي في قلب المدرجات. يعني جاي عايز تقول احنا كنا في يوم من الايام محتلينكم. وانا ارد عليه واقول له احنا كسرنا شوكتكم بفضل الله، وكسرنا شوكة الحملات الصليبية بقيادة القائد البطل عليه سحائب الرحمات صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين. أذل الصليبيين وأذل ريتشارد قلب الأسد وهم يعلمون ذلك. وكذلك كما قلت سالفا الحملة الصليبية السابعة حينما قام أهالي محافظة الدقهلية بأسر لويس ال19 عند قرية دقهلة، وتم وضعه في دار ابن لقمان، والتي افتدته زوجته وقتها بمبلغ كبير من المال. يبقى احنا ما بنتهددش ولن نقبل التهديد، لأن مصر بقيادتها الحكيمة الرشيدة وهبنا الله زعيما ورئيسا ورجلا مغوارا لا يخشى في الله لومة لائم. واحد يقول لي طب هم كانوا في قطر. لا، انت دائما رجل السياسة ورجل الفكر ينظر إلى بعيد. هم أتوا إلى قطر وهي دولة عربية، أتوا بهذا الزي ليوصلوا رسالة للأمة العربية، يعني إحنا بنهددكم. طيب، وأنا قلت الكلام ده من فترة وكتبت في مقال: بعد أن ترنحت الدول الأوروبية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وقام الرئيس بوتين بغلق المنافذ من الغاز والبترول وغيرها من الأغذية والأطعمة وغير ذلك، فحاول الغرب أن يبحث له عن بديل آخر. ما هو الصنبور أغلق عليك من الاتحاد السوفيتي أو من روسيا، فبدأوا يبحثون عن بدائل. أين يجدون بدائلهم؟ يحاولون البحث عنها في بلاد العرب. الآن هم يتذللون، هم يشحذون، هم يتسولون. حتى لاحظتم، احنا مش بنقول هذا الكلام يعني تعاطفا مع دولتنا، رأيتم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن وهو على الطائرة أثناء مغادرته أرض الكنانة المحروسة مصر، وقف على سلم الطائرة وأعطى التحية العسكرية لقائد مصر وشعب مصر. خلي بالك، ده مين؟ ده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيقولوا يا أرض تهدي ما عليك أدي. لأن عندك زعيم يدرك، يفهم، على وعي، بصير بالأمور التي تدور على الساحة داخليا وخارجيا، ومعه كوكبة من الرجال المخلصين لمصر قيادة وشعب. يبقى دي النقطة الأولى في كأس العالم في قطر. النقطة الثانية، تعلمون بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يريدون أن يضربوا الأمة العربية في مقتل. إزاي؟ أنت تسيطر على العرب إزاي؟ تتعبهم إزاي؟ في الزمان الماضي، الكلام ده أنا بقوله تحت مظلة معركة الوعي قبل السعي والتعلم قبل التكلم، ليدرك شبابنا اليوم كم المخططات التي تحاك بمصر قيادة وشعبا والأمة العربية. ويا ليت الأمة العربية تفيق من غفوتها ومن سباتها العميق، ويعلمون بأن مصر هي رمانة الميزان لهم، وهي حائط الصد المنيع للأمة العربية جمعاء، جميعها صغيرها وكبيرها. يا ليتهم يفهمون ذلك. المشهد الثاني في قطر،
إن أمريكا وبريطانيا يريدون هدم القيم الدينية، هدم القيم الخلقية، هدم المبادئ، هدم كل شيء أمر به المولى عز وجل ورسوله ورسله الكرام من الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. طيب يعملوا إيه؟ إحنا قلنا في الزمان الماضي كان الطفل عندنا في بلاد العرب، الطفل الصغير في بلاد العرب كان يضرب التفاحة أو البرتقالة أو أي ثمرة على الشجرة، كان يضربها بالسهم فكان يشطرها نصفين، يعني يقسمها نصين. ليه؟ لأن ربنا وحضرة النبي والصحابة والسلف وكل رجالات العرب والمسلمين في هذا الوقت، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. شوف الأمر، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل اللي هي الفروسية. طيب الغرب احتلوا بلاد العرب وقسموها بينهم في الزمان الماضي. إيطاليا خدت ليبيا وظلوا بها مدمرين وعاسوا بها فسادا، وفي نهاية المطاف على مدى 22 عام 22 سنة وقتلوا الشهيد البطل عمر المختار، هذا الرجل اللي كل ما بشوف صورته اليوم أبكي. الشهيد عمر المختار ظل يناضل على مدى 22 عام لطرد الاحتلال الإيطالي من أرض ليبيا. أدي إيطاليا. فرنسا أخذت بلاد المغرب، تونس والجزائر والمغرب، ما هي كانت كحكة وتورته بيقسموها ما بين بعض، خدت بال حضرتك؟ وفرنسا أيضا دخلت إلى مصر تقريبا سنة 1897 بقيادة نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر. وفي كمان الحملة الإنجليزية، حملة فريزر سنة 1807 في رشيد. يبقى إذن الدول الغربية احتلت هذه الدول العربية واستغلت مواردها، سواء كانت مواد خام، سواء كانت طاقات بشرية، سواء كان حتى العثمانيين. عشان بس الكلام ده نوصله للشباب، العثمانيين أثناء الخلافة العثمانية ماذا صنعوا في مصر؟ عملوا إيه في مصر؟ دمروا التعليم واقتصر على الكتاب. يعني التعليم في مصر أثناء الحقبة العثمانية كان على الكتاب، كتاب التحفيظ وتعليم ألف ب تاء ثاء، الكتاب اللي احنا كلنا عارفين. طيب وإيه كمان؟ وقاموا، ده سليم الأول العثماني عمل إيه؟ أخذ خيرة العمال المهرة، خيرة العمال الحرفيين الذين يعيشون على أرض مصر، وقام واخدهم كده إلى تركيا. معذرة في حد من بيرن علي. أخذ العمال المصريين ونقلهم إلى تركيا، اللي هم أمهر الصناع، لأن هم كانوا ناس معلش في التعبير ما فيش فكر، ما فيش ثقافة. وعملوا كمان أخذوا المخطوطات المصرية، المخطوطات والآثار المصرية، ثم حولوها إلى إسطنبول في تركيا. شوف ده بقى نتيجة الاستعمار اللي احنا شايفينه. طيب تم إجلاء الاستعمار من الأمة العربية، وتم طردهم وتطهير أرض العرب وبلاد المسلمين من هذا المستعمر الغاشم الذي استغل موارد هذه الأمة. قال لك احنا بقى لازم نخطط، نهد القيم
ونهدم القيم في أمة العرب. كان عندهم الطفل يضرب التفاحة على الشجرة يشطرها نصفين. طب احنا نعمل ايه في شباب العرب، شباب المسلمين؟ نصدر لهم بقى ما يسمى بالمثلية الجنسية. يجي الفريق الألماني، فريق كرة القدم أو المنتخب الألماني إلى قطر، وجاي حاطط الشارة بتاعة المثلية. انت جاي تنشر هذا الكلام فين أيها الغبي، أيها المختل؟ ألا تعلم أن هذا الفعل هو من أفعال قوم لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن بسبب هذه الأفعال خسف الله سبحانه وتعالى بقوم لوط الأرض بسبب هذه الأفعال المشينة. فأنت جاي تنشر هذا الفكر في بلاد العرب، بلاد الطهارة، بلاد النبل، بلاد الأخلاق، بلاد القيم، بلاد التدين، سواء كانوا مسلمين أو أقباط. يعني احنا ما بنزايدش على حد، سواء كانوا مسلمين أو أقباط. القبطي يعرف حدوده مع ربه، نعم، ولا نجامل أحدا، والمسلم يعرف حدوده مع ربه. وكذلك اليهود المعتدلين، لأنهم أصحاب رسالة سماوية. اللي يلتزم بمنهج النبي بتاعه يا سلام، هنيئا له عند ربنا، لأنه التزم بمنهج النبي. لأن الأنبياء أتت من السماء لإيه؟ لهداية البشر وتعليمهم التوحيد والخط المستقيم والقيم النبيلة التي يسيرون عليها حتى يأمنوا في حياتهم. فلما يجي النبي من السماء، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله سيدنا عيسى، ومن قبله سيدنا موسى، وسيدنا شعيب، وسيدنا داود، وسيدنا يوسف، وسيدنا يعقوب، وذا الكفل، وغيرهم، حوالي 126 ألف نبي ورسول، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. يعني احنا اللي نعرفه بس عدد بسيط، لكن على آخر معلوماتي حوالي 126 ألف نبي ورسول اللي ربنا ذكره في القرآن أو احنا عارفينه على قدر معلوماتنا. أما الباقي لا يعلمه إلا علام الغيوب. أتت الأنبياء وأتت الأديان لتعليم القيم وتعليم الأخلاق وتربية النشء التربية السليمة على القيم السليمة. طب انتوا النهاردة عايزين تنشروا هذه القيم وتتشدقون بحقوق الإنسان. هل من حقوق الإنسان أن تدمروا البشرية؟ هل من حقوق الإنسان التي أمر بها سيدنا عيسى يا من تدينون بالنصرانية في بلاد الغرب، هل سيدنا عيسى ابن مريم العذراء البتول الشريفة العفيفة هل أمر بمثل هذه التصرفات؟ لا والله، والله لم يحدث ولن يحدث، وحاشا لله أن تقال. أنتم تقولون بأنكم تؤمنون بعيسى ابن مريم، تؤمنون بعيسى. هل سيدنا عيسى ابن مريم هل أمر بذلك؟ والله حاشا لله، وهو بريء منكم وبريء من أفعالكم. طيب، القيادة القطرية أرجعت الطائرة الألمانية بالمنتخب الألماني لكي يأتوا بطائرة أخرى ليس عليها الشعار الخاص بالمثليين، وأتوا والتزموا بالتعليمات، لأن تعليمات مشددة. يوم واحد يقول لك الله، طب ما قطر خدت موقف كويس اهو. هي ما خدتش الموقف ده بدماغها هي رأسا. أنا عايز أقول لك رسالة أنت ما تعرفهاش. ما فيش قائد في الدول العربية يأخذ قرار إلا إذا عاد ورجع وتشاور مع صقر مصر والعرب فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية. عشان أجيب لك من الآخر بلغة المصريين بقى، من الآخر، لأن احنا رمانة الميزان للأمة العربية. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها والسنبلات الخضر والليل نجواها. إنها مصر التي قال فيها رب العزة ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنين بالله،
آمنين برسول الله ورسل الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنين بآل بيت رسول الله، آمنين بالعارفين والصالحين والأتقياء والورعين، آمنين بسواعد الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية الباسلة وجهاز المخابرات العامة والحربية المصرية الشرفاء برجالاتها البواسل صقور الظل، وجهاز الأمن الوطني والأمن العام والأمن القومي وحرس الحدود والأزهر الشريف والكنيسة المصرية. بلدك بلد الرجال، مصر بلد الأبطال، بلد الشرفاء التي أذلت اليهود في 6 أكتوبر 73 وأخذنا الصاع صاعين ورددنا لهم الصاع صاعين. مصر هي التي كسرت شوكة التتار والمغول في عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. مصر هي التي أذلت الحملات الصليبية بجيشها وقيادتها في حطين على يد صلاح الدين الأيوبي. مصر هي التي كسرت شوكة الحملات الصليبية ال7 وآخرها لويس ال19 والقبض عليه عند قرية دقهلة ووضعه في دار ابن لقمان بالمنصورة. فما حدش يزيد على الشعب المصري. فانت تيجي تنشر، تيجي بقى الوزيرة الألمانية وزيرة الداخلية تقوم لابسة الشارة تحت السويتر أو الجاكيت اللي هي لابساه، وتقوم قلع السويتر، عايزة يعني تقول احنا ازاي يتعلم علينا في قطر، يتعلم علينا في الدول العربية. فقامت لابسه الشاره بتاعتهم تحت الجاكيت وجت في قلب الاستاد وقامت قلع الجاكيت عشان تقول ادي الشاره اهي. خلي بالك. فتم طردها شر طرده، تم اذلالها ذله الكلاب، وتم طردها من ارض قطر الارض العربيه. احنا نتفق او نختلف مع قياده قطر او مع المسؤولين في قطر، ولكننا لا نختلف مع شعب قطر ومع شباب قطر ونساء قطر ورجالات دولة قطر، لأنها أمة عربية، ونحن نحترم كل أشقائنا العرب، لأن مصر أم العرب وهي التي تحتضن العرب جميعا، والأم دائما تعطي ولا تنتظر المقابل. مصر هي الأم، خلي بالك. والأم من عاداتها أنها تعطي بلا حدود، الأم تعطي بلا حدود ولا تنتظر المقابل. أمي نداء محبة، بل إن كل الحب أمي عطاء زاخر في فيضه بحر خضم، جادت لأجلي بالهنا وتحملت عني الألم، أماه يا مصر يرعاك الذي خلق البرية من عدم. هي دي مصر يا شباب مصر. ولذلك تم طرد هذه السفيرة، تم طرد هذه الوزيرة الألمانية من مصر. ده المشهد الثاني اللي أنا أردت أن أتحدث فيه في دولة قطر. يبقى المشهد الأولاني الزي اللي جايبوه المشاهدين للحملات الصليبية، وكذلك شارة المثليين. فالأمريكان والإنجليز يريدون أن يضعفوا قوة شباب العرب، وأن ينشروا الفاحشة والرذيلة في بلاد العرب، وأن يوصلوا هذا الشباب إلى عدم القدرة على أن يحملوا السلاح في يوم من الأيام تحت مظلة الجيش المصري أو تحت مظلة الشرطة المصرية أو مؤسسات الدولة. النهاردة في القوات المسلحة المصرية يتم اختيار الرجال، مش معنى ذلك ان الباقي مش رجال، لا، الشعب المصري كله رجال، رجالا نساء شبابا شيوخا كلهم. ولكن لما اجي اختار جندي او اختار ضابط او اختار مسؤول، جندي مقاتل في الجيش او في الشرطة، انا بختاره من احدث طراز. يعني ايه؟ يعني يكون قوي. المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. يبقى أنا بختار نموذج محترم قوي متزن نفسيا، عنده القدرة على حمل السلاح، عنده القدرة على مجابهة الأعداء إذا لا قدر الله خضنا حربا مع الغرب. فالإنجليز واليهود والأمريكان يريدون نشر الفاحشة في بلاد العرب، يريدون نشر الرذيلة في بلاد العرب،
اللي هي ما تدعى أو ما يسمى بالمثلية الجنسية. أنت جاي تنشر هذا الكلام في مصر أو في قطر أو في الأمة العربية؟ نحن أمة لنا تقاليدنا، لنا عاداتنا، لنا قيمنا. إذا سافرت أنا أو أنت إلى أي دولة أوروبية بتلتزم بقانون الدولة، بتلتزم بقانون الدولة، وتلتزم بالقوانين التي تقوم بها الدولة. كذلك أنت لما تيجي عند مصر، مصر لها قانون، لها دستور، لازم تلتزم بعاداتها وتقاليدها وقوانينها ولا تحيد عنها. هذا هو القانون الدولي الذي أقر بذلك والكل يعرفه ولا يجعل. يبقى هذه رسالة أردت أن أوصلها إلى شباب مصر وأمة العرب: احذروا، لأن اليهود والأمريكان والصهاينة والإنجليز يريدون تدمير شباب الأمة العربية، ويريدون انهيار الأمة العربية بالقضاء على شبابها بكل الوسائل، سواء كانت المثلية الجنسية، أو سواء كانت بالمخدرات، أو سواء كانت بالأشياء الإباحية التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. يبقى احنا النهاردة بنقول لشبابنا خلي بالكم، احذروا. طيب حتى كمان لم يتركوا شبابنا من نشر لا قدر الله الايدز. الصهاينة يجوا على انهم جايين سياح، ينزلوا في المدن السياحية يصطادوا شبابنا، الشباب اللي هو يعني من هواة الشاب اللي راضع اسم الله على المقامات بقى، يعني لبن الجاموسة، فلاح ابن فلاح، متربي جتة صحة بالصلاة على النبي، تقوم لعبة عليه ويقع معاها في الغلط، والصبح كده تقوم كاتباله إشارة كده أو يافطة صغيرة تقول له شكرا لقد أصبحت عضوا عاملا في منظمة الإيدز العالمية، لأن هم عايزين يقوموا بتدمير شباب الأمة العربية وخاصة مصر. طيب بلاش دي كمان، أرادوا أن يوصلوا لك الغث من الأفلام الوضيعة ومن المسلسلات الوضيعة ومن الأغاني الوضيعة. أنت لما ترجع ورا كده اسمع الأغاني الوطنية للفنان عبد الحليم حافظ. أنا ماليش دعوة بقى بأغانيه الرومانسية والحب والكلام ده، ملناش فيه. أنا بتكلم على إنه فنان غنى الأغنية الوطنية في عهد المرحوم الزعيم عبد الناصر عليه رحمة الله. شوف كده الأغاني الوطنية كده، لما بسمعه أنا ببكي، بيهز وجداني. خدت بال حضرتك؟ اسمع مثلا السيدة شادية وهي بتغني يلي من البحيرة ويلي من كذا، والأغنية الوطنية، وغيرها وغيرها من الفنانين العظام الذين غنوا الأغاني الوطنية والكلمة الوطنية التي تحث على الفضيلة، والتي تحرك الهمم، والتي تنشط الذاكرة، والتي تعطي دفعة وطنية شعورية بالضبط زي رجل الدين المسلم والمسيحي الذي يعلم الناس في المساجد وفي المنتديات العامة والخاصة. شوف بقى لغاية فين. يعني احنا اثناء خدمتنا في القوات المسلحة كان بيجي لنا تبع التوجيه المعنوي ائمة من الازهر الشريف، علماء افاضل لا انساهم الى اليوم، يلتقوا بالجنود ويعطونهم دفعة معنوية وطنية شعورية. ليه؟ ليعطوا له دفعة وقوة وحماس لكي يغاروا على تراب وطنه وعلى دينه وعلى رئيسه وعلى مؤسسات بلده. يبقى ده التوجيه المعنوي. كذلك الكلمة الوطنية. يبقى صدروا لك بقى بعض الغص اللي يقول لك أغاني المهرجانات عشان يهدوا الكيان الخاص بالشباب في هذه المرحلة العصيبة. وكذلك بعض الأفلام التي خرجت عن الفكر السليم، الفكر السليم الذي تربى عليه الشباب في هذه المرحلة العصيبة. هذه هي النقطة التي أردت أن أوصلها لحضراتكم حتى تأخذوا حذركم. وهذه رسالة لشباب مصر المحترم ونساء مصر
أشد احتراما، لأنهم هم الأرض الخصبة التي أتت لنا بهؤلاء الشباب، وإلى كل رجالات مصر البواسل تحت مظلة معركة الوعي قبل السعي والتعلم قبل التكلم. احذروا احذروا غدر اليهود والأمريكان والغرب، لأن الغرب واليهود والأمريكان والصهاينة يريدون الدمار لمصر وللأمة العربية. أدي النقاط الأولانية. طيب، على مدخل هذا الكلام على مدخل هذا الكلام يحاول الغرب أن يستدرج مصر إلى مستنقع حتى تقع مصر في هذا المستنقع، ولكن هيهات هيهات لما يوعدون. شوف، بداية من ملف سد النهضة اللي ورطنا فيه أهل الشر اللي كانوا بيتشدقوا بالدين، خدت بال حضرتك؟ وبعد من سد النهضة شوف الإرهاب الأسود الذي أتى على الأخضر واليابس وما زال بغدرهم وخستهم يقتلون شبابنا وأولادنا من خيرة رجالات مصر. وشوف الحركة الأخيرة بقى بعد ما فشلت قصة استقواء البنت ديت اللي هي اخت الواد اللي اسمه علاء عبد الفتاح، استقواء بالإنجليز والأمريكان في هذا الخائن المسمى الواد الثاني اللي هو الضابط ده الخائن اللي كان في أمريكا وتم التحفظ عليه في الإمارات. لما تم فشل هذا الملف ورفض قائدنا الزعيم فخامة السيد الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي وأغلق الباب على مصراعيه على هؤلاء، خلي بالك شوف رد الفعل بقى. يظهر ليك بقى البرلمان الأوروبي يقول لك إن في تحفظات على ملف حقوق الإنسان في مصر. أنتوا مال أمكم يا ولاد 60 كلب يا أوساخ، سامحوني يعني على اللفظ. أنت مال أمك، برلمان أوروبي، برلمان أمريكي، اتحاد مش عارف مين، أنتوا شايفيننا إزاي يا ولاد الكلب يا ظلمة؟ مصر لها قيادة ولها ريادة ولها الزعامة وصاحبة الفضل ودولة محورية في الشرق الأوسط والعالم كله، ولا أحد يملي علينا. مفيش حد يملي على مصر، وأنا بقولها وأنا في حالة من الغضب. محدش يملي على مصر، ولو أنا موجود قدام هؤلاء سوف أوصل لهم رسالة: خسئتم وخسئ مسعاكم، لأن الشعب المصري بقيادته الحكيمة لا يقبل هذا الكلام. انتوا مين عشان تتكلموا في حقوق الإنسان؟ انتوا مين؟ من أنتم حتى تتحدثوا في حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان هي أنك تبتعد عن نشر المثلية الجنسية في العالم. حقوق الإنسان هو أنك ترحم الدول التي دمرتموها. وأقول للأمريكان: أنسيتم أفغانستان وما صنعتموه هناك؟ أنسيتم فيتنام وما صنعتموه فيها؟ ومع ذلك لم تخرجوا كسبانين من أي حرب داخل أرضكم. عشان بس اللي شايفني ومتابعني، أمريكا لم تكسب حربا خارج أرضها مطلقا، تاخد على قفاها وتمشي. عشان بس تبقوا عارفين المعلومة، خدت بال حضرتك؟ هكذا هم الصهاينة. فأنتم تتشدقون بحقوق الإنسان، إحنا عندنا في مصر بقى، في مصر، وبنقولها وبدون مجاملة. بصوا يا أخي، ادخلوا المحاكم المصرية وانظروا إلى درجات التقاضي في المحاكم، أول درجة وتاني درجة واستئناف ومش عارف إيه و إلى أن تصل إلى النقد، عشان كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. درجات في التقاضي، تسلسل في التقاضي عشان كل واحد ياخد حقه. طب ما احنا عندنا وزارة العدل قادرة إنها تبت في القضايا فورا من جلسة واحدة وخلصت بناء على الأوراق الموجودة، خدت بال حضرتك؟ فمصر بلد حقوق الإنسان. يقول لك ده في كذا، في تجاوزات في السجون المصرية. أي تجاوزات؟ أنتوا بتتكلموا من دماغكم كده؟
أنا حسب ما معلومات المتواضعة كل من هو قابع داخل السجون المصرية يلقى الرعاية الطبية، يخرج للتريض، يأخذ علاجه كاملا، غذاؤه كاملا، يعاملون معاملة حسنة سواء كانوا رجالا أو نساء أو شيوخا. وتم دخول بعض اللجان أكثر من مرة بوجود إعلاميين مصريين وأجانب وشاهدوا الوضع الطبيعي. لكن الفيلم ده كله عشان بس نوصلها لك تحت مظلة معركة الوعي، لازم تفهم إن بعد ما مصر بقيادتها الحكيمة أبطلت وأغلقت الباب على أمريكا وبريطانيا بملف هذا المذكور اللي ما يستاهلش إن احنا نتكلم عنه أساسا، لأنه مش حاجة اللي هو علاء عبد الفتاح والضابط الثاني الخائن، يعني اسمه رحمة دماغي حاليا، اللي كان في أمريكا وشغال خائن وجاسوس ونقل أخبار بعض المناطق العسكرية إلى أمريكا. خدت بال حضرتك؟ فلما الرئيس أغلق الباب على مصراعيه على هؤلاء، فأرادوا بعد ذلك أن يغرسوا فتنة أو يزرعوا فتنة أو يحاولوا جرجرة مصر إلى مستنقع آخر. طيب ما تخش على المشهد الثاني، ال11 طائرة المدنية اللي نزلوا إلى أرض سيناء. ال11 طائرة، اصحى للرقم، اصحى للرقم، 11 طائرة، 11 طيارة. خلي بالك، اشمعنى 11 طيارة مدنية يعني؟ ما يذكركش ده بقصة الخونة والعملاء أمثال معتز مطر وبهجت صابر وزوبع ومين 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 ونرمين عادل والأشكال الوسخة دي كلها، بقصة الفنكوش بتاعهم 11 11. اشمعنى 11 طيارة يعني؟ اصحى للكلمة. 11 طيارة مدنية تنزل إلى أرض سيناء في مطار طاب. ويقول لك ده أصل حصل مشكلة في الطيران. ده المسافة من طابة لغاية هناك لفلسطين فركة كعب، الواحد ياخدها ماشي. يقول لك أصل الطيران خلص وقود والحكاية والرواية وقصة كده، فيلم مش مفهوم وقصة مش مفهومة وكلام غامض. فما كان من القيادة المصرية الحكيمة تم التحفظ عليهم. انت يا ابني انت داخل كافتيريا وانت داخل كافيه، لا معاك باسبور ولا معاك جواز ولا معاك تصريح دخول ولا معاك هوية ولا معاك حاجة تثبت ان انت نازل هنا ليه. هي كده زريبة، عزكم الله. وتم التحفظ عليهم، واتخذت مصر القنوات الشرعية، القنوات الشرعية مع هذا الكيان الصهيوني لتتضح الصورة ولنفهم هذا الغرض. فكما علمت وحسب معلوماتي المتواضعة بأن الكيان الصهيوني قال لا علم لنا ومن حقكم أن تصنعوا بهم ما شئت. دي حسب معلوماتي اللي أنا سمعتها أو وردت إلي يعني. يبقى إذن بيحاولوا يجرجروا مصر في بعض المشكلات واستفزاز مصر في بعض المشكلات. حاولوا يجرجروا مصر، كل ما يلاقوا مصر بتقف على رجليها وتنهض وتستقوي بالله ثم بفضل زعيم مصر البطل فخامة السيد الرئيس السيسي حفظه الله ورجالات مصر الشرفاء جميعا ومؤسساتها المختلفة، يبدأوا يجرجروا مصر عشان يدوسوا على دماغ مصر. ولكن احنا بنقول لهم خسئتم وخسئ مسعاكم. نحن الشعب المصري جميعا جميعا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية والدينية، كلنا على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس السيسي حفظه الله. لو قال لنا قدامكم البحر اهو، سنخوض عباب البحر معاه وسنسانده ولن نتخلى عنه. احنا مش عايزين حاجة، وقلتها مرارا وتكرارا، احنا بنساند الرئيس لأجل مصر وبنساند مصر
لأجل الريس، لأنه هو رمزنا، هو تاجنا، هو العنوان بتاعنا، هو اللي أعاد الهيبة للبلد دي، هو اللي خلى لها شكل، خلى لها لون، أظهرها على الساحة الداخلية والساحة العربية والساحة الدولية. ألم تفهموا ذلك؟ نقطة بقى كمان عايز أتكلم فيها معاكم النهاردة. لا قدر الله شوية الأشكال اللي هم القذرة الذين كانوا يدعون للتظاهر وغير ذلك، والمواطن هنا هم قاعدين بره يتكلموا ويعملوا زي النعام. طب انتوا عايزين تعملوا قلق في البلد؟ عايزين تعملوا خلل في البلد؟ طب انت هتطلع لا قدر الله يعني مثلا هتدمر وهتكسر وهتعمل وهتسوي، والتاني ده قاعد بره. طب اللي هيدفع الفاتورة مين؟ مين اللي هيدفع الفاتورة؟ ما تقول لي اقنعني، اقنعني. أثناء انتكاسة يناير تم تدمير البنية التحتية وتدمير السيارات والمجنزرات العسكرية والاستيلاء على وإلى آخره، وانتم شفتوا بأم أعينكم. طب لا قدر الله، لا قدر الله، وهذا لن يحدث. إن كان حدث ذلك مين اللي هيدفع الفاتورة؟ ده احنا لغاية النهاردة أو حتى الآن نحن ندفع فاتورة ما حدث في يناير وما حدث من إرهاب أسود بسبب هؤلاء الشرازم الذين يريدون لمصر شرا، اللي هم أمريكا، الإنجليز، فرنسا، دول الغرب. لأنهم مهما وانت تفكر ان فخامة السيد الرئيس لما بيسلم على واحد منهم او بيلتقي بحد منهم، ما فيش زعيم عربي على وجه الأرض إلا يعلم يقينا بأن الغرب المتغطي بهم عريان، وزعيمنا يعلم ذلك حفظه الله. ولكن الدبلوماسية والبروتوكولات العالمية والسياسة العالمية احنا في تعاون ماشي، لكن هتضر بلدي لا، اوبستراكشن بقى، فرمل يا باشا بقى. اتعاون معاك تجاريا، اتعاون معاك سياسيا، اتعاون معاك اقتصاديا، حتى مع الصهاينة. يعني حتى مع الصهاينة واحد يقول لي يا راجل ازاي يعني؟ هو الوقت ده كيان موجود وهيفضل موجود شئت ام ابيت. ما هي دي معلومة عشان تعرفوها، شئت ام ابيت هيفضل الكيان ده موجود. خلي بالك ازاي يا عمنا، الكيان ده من سنة 1916 او 1917 الى اليوم وهيفضل موجود، وهتتقلب الدول والأمم، والكيان الصهيوني ده موجود إلى أن يأذن المولى عز وجل بإيه؟ بالقضاء على بني صهيون في أرض فلسطين. يعني أنت ما تشاركش ربنا، ده ربنا اللي قال كده وقضينا. ارجع يا أخي الكلام سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي في هذا المقطع، ارجعوا إليه وذكروا هذا المشهد وهذا المقطع. وقضينا إلى بني إسرائيل، الآية دي في صدر سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. خلي بالك لا تفسدن، خلي بالك، شوف الفعل المضارع لحقت به نون التوكيد الثقيلة. لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. طيب بني إسرائيل فسدوا في المرة الأولى على عصر سيدنا موسى كليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام على كل أنبياء الله والمرسلين. طب والمرة الثانية اللي هو الفساد الذي نعيشه الآن من حالات القتل للصهاينة للشعب الفلسطيني، ومن حالات القتل للشعب السوري والشعب اللبناني والشعب المصري، لأن هم عاشوا في الأرض فسادا. هذا ديدنهم وهذه هي طبيعتهم. هيفضلوا على هذا العلو، والعلو بقى هو علو في الفساد، إلى أن يرسل الله الرجال. الرجال دول لسه ما جوش. مش معنى أن أنت وحش أو مش معنى أن أنت وافق على كده، لا، أنا قلت لك هيفضلوا، ما هيفضلوا شئت أم أبيت، ولكن لهم ميعاد قدره الله. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم
عليهم بعثنا عليهم عبادا لنا. مالهم يا رب؟ أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعول. يبقى لسه الميعاد ما جاش، ولازم. وزي ما الشيخ الشعراوي قال لك عشان تضرب اليهود، تضرب اليهود وتخلص عليهم. لو هم متنطورين في العالم كله، شويه في انجلترا وشويه في امريكا وشويه في هولندا وشويه في المانيا وشويه في مين وفين وفين، هتضربهم وتخلص عليهم ازاي؟ من حكمه الله ان يتجمعوا في ارض المحشر اللي هي ارض فلسطين. فاذا اتى القرار الالهي والحكم الالهي، انبت الرجال الاولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ويقضي الله بفضله ثم بفضل هؤلاء الرجال على اليهود من على وجه الارض. يبقى دي القصه عشان تبقى خلي بالك. يبقى انا بتعامل مع كل الناس سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، اتفاقيات دوليه، في قانون دولي، في كذا في كذا، ولكن اتعامل معهم بحذر. كذلك يتعامل قائدنا الرشيد فخامه السيد الرئيس السيسي مع هؤلاء جميعا بحنكة القائد، لأنه يعلم يقينا أنهم أهل مكر وخداع. يعني ما تفكروش إن إحنا لا، مصر ما بتطيش لحد ولن نطاطي أبدا على مر التاريخ. أدي لك مثال يا أخي، إحنا اتعطرسنا في كبوة كده في 67، كبوة اتعطرسنا كده يعني وإحنا ماشيين، اتعطرسنا في طوبة في 67 نتيجة أخطاء، نتيجة خيانة، نتيجة كذا، نتيجة كذا. هل سكتت مصر؟ هل نامت مصر؟ هل خضعت مصر؟ لا والله يا أخي، الشعب المصري لا يقبل الإهانة أبدا. أنا اللي بقولها لك أنا، أبدا ما يسكتش على حقه، له حق ما يرجعش لورا. ووقت الشدة تجد هذا الشعب يصطف ويصنع ملحمة وطنية رجولية نسائية يعلوها الشهامة والمروءة والأخلاق. تلاقي نسائنا، شبابنا، رجالنا، هو الشعب ده وقت الشدة لو كشر عن أنيابه بلغتنا كمصريين يأكل الزلط، يقرقش الزلط بسنانه. نعم، هذا هو الشعب المصري. فمصر لا تخضع لأحد، مصر تخضع لله، وتخضع الجبين والجوارح لله فقط. لكن ما حدش يملي علينا، ولا حد يملي علينا بحقوق الإنسان ومش حقوق الإنسان واللي والكلام ده كله. لأن مصر فيها رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالغرب يحاول أن يجر مصر إلى بعض المشكلات، لأنه عارف أن مصر الآن تتقدم اقتصاديا، مصر الآن تعلو هاماتها إلى عنان السماء، مصر الآن يعني صيتها وصل إلى كل شبر في العالم من التنمية، من المشاريع، من مصر النهاردة صورة تانية. الناس اللي قاعدة متكدسة في الوادي والدلتا، أنا هفضل أقول لكم اخرجوا وانظروا وتأملوا إلى البنية التحتية والنقلة الحضارية التي قامت بها مصر بقيادة زعيمها المبجل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا قلت لكم مليون مرة أو مليار مرة، لشخصي مواطن مصري أقل واحد فيكم، يعني أقل واحد فيكم، وماليش مصالح، ولكن غيرتي على ديني وعلى وطني وعلى بلدي. ده هدفي، بلدي ووطني. إن لم أغار عليه يبقى لا نستحق أن نعيش على هذه الأرض. لأن الأرض دي قلت مليون مرة ومليارات المرات دي أرض غالية، أرض مقدسة، الوادي المقدس طوى. نعم. فالنهاردة لازم يبقى لك دور في الوعي، وهفضل أكرر، في وسائل المواصلات توعي الناس المغيبة، تحاول تفهمها في مقال على السوشيال ميديا، في حديث في بث مباشر، توعي الناس. يوم واحد يقول لك بقى، وهفضل اكرر الكلمه ديت على قضيه الغلاء واللي كذا والى اخره، اقول له ما انا زي زيك، بعاني زي زيك،
من قصة الغلاء. والغلاء قلنا، وهفضل أقول إن نسبة 80% سببه عالمي ونسبة 20% داخلي. 80% سببه عالمي بسبب ركود حركة التجارة البينية الخارجية ما بين الدول وبعضها البعض، لأن أنت عندك حرب ضروس ما بين روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو وغيرها، فشيء طبيعي بتتعذر حركة الملاحة في الممرات الملاحية، سواء كان المحيطات أو البحار وغيرها، وكذلك الملاحة الجوية. فكل دولة بتقتصد على مقدراتها الداخلية، فشيء طبيعي إن بترتفع السلع شوية. لكن في بعض الفسدة بقى داخل مصر يحتكر السلعة ويقوم بإخفائها طمعا في الزيادة واستغلال المواطن. وأنا قلت الكلام ده، المحتكر ركب مكوك لجهنم. محتكر السلعة ده وحجبها عن الناس ركب مكوك وراح على جهنم. ليه تستغل الناس إن ما كانش لك دور مع دولتك ومع قيادتك ومع مؤسسات بلدك ومع شعبك واخواتك وحبايبك في التخفيف الأعباء عنهم وتذليل العقبات لهم ومعاونتهم ومساعدتهم؟ يبقى أنت ما انتش رجل على دين أبدا، وما تعرفش ربنا، سواء كنت مسلم أو قبطي. إزاي تبقى راجل تعرف ربنا وانت محتكر السلعة وانت مخبيها؟ وبالأمس إحدى حملات التموين، وأنا أوجه تحية شكر إلى رجالات وزارة التموين الذين قاموا بهذه الضبطية التموينية في محافظة الشرقية، قاموا بالقبض على مخزن كبير لأرز الشعير. مخزن يعني مش عايز اقول لك متغطي بقى بالمشمع ومحطوط عليه اللي هو مخلفات الرز اللي هو القش يعني بلغتنا كفلاحين، لإخفائه عن الأعين. وتم السيطرة عليه وحصلت عليه وزارة التموين. الكلام ده في محافظة الشرقية أمس. يبقى أنت تستغل أخوك اللي جنب منك في السلع والخدمات وتبيع له السلعة بزيادة. مثلا حتى السلع الترفيهية، السلع الترفيهية اللي يمكن بعض الشباب بياخدوها متنفس زي السيجارة أو غيره. علبة سجاير واحد يبيعها ب25 والتاني يبيعها ب27 وواحد يبيعها ب30، اللي هو الكيلوباترا العادي اللي المساكين بيشربوه، اللي هي بتاعت الغلابة. خدت بالك؟ وبرضه ال ام برضه بكام؟ ادي السجاير حاجة بس يعني حاجة ترفيهية. استغلال فظ من هؤلاء الناس. هتيجي تجيب كيلو رز من واحد يديهولك ب15، التاني يديهولك ب17، واحد تالت يديهولك ب18، واحد رابع يديهولك ب20 فردة. فاحنا بقى بنناشد مناشدة لأستاذنا الدكتور المحترم اللي احنا بنحبه ونجله ونقدره، ابن محافظة الشرقية دكتور علي مصلحي حفظه الله. بنقول له يا دكتور علي، احنا بنحبك في الله، بنحترمك لأنك شخصية مهذبة، شخصية على خلق، شخصية لك تاريخ مشرف محترم. بنهيبه بسيادتك وبكل رجالات وزارة التموين الشرفاء إن يبقى لهم دور في الضبطية القضائية لهؤلاء الذين يحملون السلع ويستغلونها لابتزاز المواطنين. نقطة تانية بوصلها كمان لمعالي الدكتور علي مصلحي وزير التموين حفظه الله. بعض المخابز، بعض المخابز، الكلام ده يمكن من قبل فنكوش 11/11، وأنا شفت الكلام ده بنفسي في محافظة الدقهلية وغيرها من المحافظات. المخابز، بعض المخابز بتشتغل من 5 الصبح، من بداية ما السيستم يشتغل لغاية الساعة 9، وساعات ممكن توصل ل9:30 مثلا. يوم جاي لك على الساعة 7 ويقول لك إيه، ما عملناش قاطعين ورق. يقول لك للمواطن خلاص. سبحان الله. امال العيش راح فين يعني؟ ما انا عايز افهم راح فين لما انتوا تقولوا المواطن ما عادش ورق، ما عدناش قاطعين ورق. خدت بالك؟ انت ليك حصه، الحصه ديت بتطلع للمواطن.
حق المواطن اللي هو معدوم الدخل اللي زي حالاتي. خدت بالك؟ فانت لما تمنع هذا الوراء يبقى انت بتستفز الناس، يبقى انت عايز المواطن ينفر، عايزه يشتم، عايزه يتطاول، بتستفزه. وده اللي انا بخاف منه دائما. وبقول خلي بالكم، لأن هناك خلايا نائمة سواء في المخابز، سواء في التموين، سواء في التربية والتعليم، سواء في أي مكان، يحاولون تعكير صفو الشعب وتعكير مزاجهم، عشان يقول له شوف يا عم، ويشتموا في البلد إلى آخره. مش عايز أكمل، لأن هؤلاء يريدون استفزاز الشعب ومضايقتهم، وهذا من وراء الخلايا النائمة والطابور الخامس المتواجدين في كل مكان على أرض مصر. دي بالنسبة لوزارة التموين. النقطة الثانية، كل يوم ألاقي تليفون واحد يكلمني يقول لي أنا معايا ملف فساد، وكلمت بصر الحملة الفلانية بتاعت حملة مكافحة الإرهاب والفساد ومش عارف إيه واللي. فطبعا مع كامل احترامي محدش يزعل مني، لأن أنا ما بحبش إلا الصراحة. يعني منذ نعومة أصفاري وانا الاقي حملات مكتوبه يقول لك الحمله مش عارف ايه لمقاومه الارهاب والفساد، والكارنيه ب 300 والكارنيه ب 500 وكارنيه ب 700 وكارنيه ب 900 وشهاده دكتوراه ملوخيه وفخريه وتسقيه وحاجات غريبه. طب انت عامل الحملات ديت ليه؟ سبوبه؟ طب كم قضيه فساد انتوا جبتوها؟ ما تقولوا لي، اقنعوني، لانني خلاص يعني انا اتخنقت. انت صحيح خلاها الحمله مشهره، خليك انت واخد رقم بقى من وزارة التضامن ورقم اشهار، انت خدت رقم اشهار ماشي، وشغل لي بايه؟ بتلم لي فلوس، سبوبة. لكن قول لي كم قضية فساد انت جبتها، كم قضية فساد انتوا جبتوها. اذا كنا احنا كمواطنين الحمد لله وكلنا على الله، ساعة ما بيجي ملف فساد معين بنقوم باعتينه وبرمته على الجهات المعنية، خلي بالكم فيه كذا 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 كذا، تحققوا من هذا. ولسه بالامس رجل كلمني من محافظة القليوبية وبيتكلم معايا وبيقول لي انا ليا ملف فساد، ليا ارض منهوبة مستولى عليها واللي ولفيت الجمهورية. قلت له احنا كنا قبل كده بنتحرك مع الناس كلها، واي حد بيكلمنا في شكوى او التماس او غيره بنوصله، لكن احنا النهارده بنأسس كيان وطني عشان نبقى صوتك عند الحكومة. يبقى اللي له طلب عايزنا نسعى في حله بقى، ما يستخسرش فينا توكيل خاص للسيد وكيل المؤسسين. يعني انا هجري لك واتحرك لك واجري، ما صحيح انا هاخد على ده اجر، بس انت ساعدني عشان اقوم بعمليه الاشهار لهذا الكيان الوطني المحترم الذي يدعم مصر قياده وشعب. هذا الكيان اللي انا بقولها وبصراحه وبصدق وغيري قالها، هو الكيان الذي حمل هموم هذا الوطن في المرحله الماضيه من قبل 11/11 وحتى الآن وما بعدها. احنا شغالين على معركة الواعي، احنا اللي ظاهرين على الساحة، احنا اللي موجودين على السوشيال ميديا، سواء كان فيسبوك او يوتيوب او تويتر او غيره، وكذلك على ارض الواقع في الشارع المصري. شغال على معركة الواعي. انا وانا طالع رايح كفر الشيخ وقفت في القطار، العربية كان فيها لا يقل عن 3000 مواطن، وقفت اتكلم مع الناس، أتأذنوا لي بالحديث معكم؟ قالوا اتفضل. عرفتهم بنفسي وبدأت أتكلم على معركة الواعي، إزاي تحمي بلدك، إزاي تحافظ على بلدك، إزاي تحافظ على رئيسك، إزاي تحافظ على مقدرات هذا الوطن. ده دورك، مش دور إن ناكل واشرب ونام، لأن أنت مؤتمن ومسؤول. كل واحد فينا مؤتمن ومسؤول على دينه وعلى وطنه وعلى رئيسه وعلى مؤسسات بلده. لازم تعلم هذا الكلام، ولا تضع آذانك لأرباب السوء وأهل الشر الذين يشيعون كذبا وافتراء.
فأي ملفات فساد موجودة، خدت بال حضرتك، لا مانع إن إحنا تجي لنا وهنوجهها للسادة المسؤولين، ولكن ما تستخسرش فينا إن سيادتك تعمل توكيل خاص للسيد وكيل المؤسسين لحزب صقور مصرية تحت التأسيس. توكيل بيتعمل بيكلف له 10 15 جنيه ولا 20 جنيه في الشهر العقاري. واحنا بالمناسبة كحزب صقور مصرية تحت التأسيس، هذا الحزب السياسي الاجتماعي، معلش بتعبير، إذا كنا نازلين وهفضل أقولها مرارا وتكرارا عشان نبقى زي أو شكل، يبقى نقول سلام عليكم ونلزم بيوتنا على طول. لكن احنا بنتعب وبنجتهد وبنسعى عشان يبقى لنا بصمة مختلفة غير الآخرين. إيه يعني بصمة مختلفة؟ إحنا لا أرباب مال سياسي، ولا معانا فلوس، ولا ملايين، ولا الكلام ده كله. إحنا ناس على الله، والأجهزة المعنية تعلم ذلك. كلنا بنصرف من قوت عيالنا، كلنا بنصرف من دمنا، الحمد لله. ومع ذلك أصبح لنا صوت ولنا كلمة. ليه؟ لأن إحنا نبغي الفضيلة، أخلصنا لله. كل مواطن عندنا بيطلع بحب وعشق في كل محافظة من محافظات الجمهورية بيعمل التوكيل على حسابه. ليه؟ عشان يبقى عنده كرامة، ويبقى صانع قرار، ويبقى قاعد في الجمعية العمومية له وضعه وله كيانه، ومن حقه الترشح على أي منصب داخل الحزب أو خارجه. لكن في كيانات أخرى كانوا بينزلوا يشتروا التوكيلات، لكن احنا مش كده. بالظبط عشان انزل اشتري التوكيلات واجيب ناس وادي لها علبه سجاير وادي له 5 جنيه ولا 10 جنيه عشان يعمل توكيل، يبقى انا كده دلست. يبقى انا كده زي اللي اديت لواحد 100 جنيه عشان يخش يحط صوته ليا في الانتخابات. يبقى انا علمته التدليس، وعلمته الرشوه، وعلمته المحسوبيه، وعلمته حاجات وحشه كتير يرفضها الدين والاخلاق والقانون والدستور. لكن احنا عايزين جيل نقي، نزرع جيل عنده كرامه وعنده مبادئ بعيده عن الكذب والتدليس. يبقى المواطن لما بيعمل توكيله لحزب صقور مصرية تحت التأسيس أصبح صانع قرار، أصبح عضو جمعية عمومية له صوت مؤثر. بلغتنا كمصريين ما حدش كاسر عينه، خدت بالك؟ جاي بإخلاص، لا منتظر حاجة لا قبل التوكيل ولا بعد التوكيل، هو جاي بحب. والحمد لله احنا معانا دلوقتي عدد لا بأس به من التوكيلات من كل محافظات الجمهورية، من الرجال والنساء والشباب ومن كل أطياف المجتمع. وأنتم تعلمون أن اللائحة الإشهار ب5000 توكيل، على الأقل من 10 محافظات في 500 ب5000، أو 13 محافظة في 300. ولكن إحنا ما بنشتغلش على ال5000 توكيل، إحنا نتمنى يبقوا 50,000 توكيل، نتمنى يبقوا 100,000 توكيل عشان تبقى قاعدة شعبية وطنية، ونكون جيش رشيد وظهير شعبي بجوار قائدنا الزعيم البطل القائد عبد الفتاح السيسي حفظه الله. هذا الرجل العظيم الذي مهما، شوف انا بقولها لله مش منتظر حاجه من حد، اللي انا عايزه من ربنا. مهما قلنا في حقه والله لن نوفيه حقه، والله اجره على الله، لانه كان سببا بعد فضل الله في انقاذ مصر من الضياع ومن التشرذم ومن الهلاك. ووصل رسالة لشعبنا العظيم: يا شعب مصر، انت الوقت قاعد في بيتك آمن مطمئن، بجيب رغيف خبز ولقمة خفيفة كده وباكل والحمد لله، ونايم آمن في غرفتي، بنزل أتحرك آمن، بنزل أسافر في أي مكان آمن، وآمن على زوجتك وعيالك في بيت، الحمد لله. أنا امبارح بالأمس بس هقول لك حاجة، نزلت أصلي الفجر، فدخلت مائدة أجيب منها طلب للبيت يعني للفطار بعد صلاة الفجر، فلقيت 2 من الشباب داخلين، فسلام عليكم وعليكم السلام، فبصيت في وشهم كده، فقلت لهم: أأنتم سوريون؟ قالوا: بلى، نحن من سوريا. منين من سوريا؟ قال لي: من المكان الفلاني. قلت لهم: حفظكم الله. قلت له: أخي الكريم، والله وبالله وتالله
إذا كنا نعشق مصر عشقا ليس له مدى، عشقا يفوق عشق الزرع للماء النازل من السماء، فإننا أيضا إذا كنا نعشق مصر هذا العشق لأنها وطننا الأول والأخير، فإن عشق سوريا ومحبتها فهي في قلوب كل المصريين، لأن الشعب المصري شعب عظيم، شعب يحتضن كل أقرانه من الأمة العربية والعالم، شعب مضياف، شعب كريم. فوصل رسالة لهؤلاء من رجالات مصر ونسائها وشبابها: شوف إخواتنا المصريين، إخواتنا السوريين، شوف وضعهم، شوف نسائهم الوقتي، وأفكر إن إحنا مبسوطين. لا والله إنني أبكي في بعض الأحيان عندما أرى سيدة سورية تأتي لمسجد أو تمشي في الشارع وتسأل الله ثم تسأل الشباب المصري ورجالات مصر الشرفاء: أنت النهاردة قاعد آمن في بيتك مطمئن الحمد لله، هناكلها بكسرة خبز ومحدش يهين كرامتنا، هناكلها بحصوية ملح ومحدش يهين كرامتنا، هناكلها بأي ما كان من طعام أو شراب، بس عايشين آمنين تحت رعاية الله وحفظه ورعايته، ثم رعاية قائد حكيم، ورعاية الجيش المصري العظيم، والشرطة المصرية الباسلة، وكل مؤسسات الدولة العظيمة التي لا تكل ولا تمل من الدفاع عن مصر في الداخل والخارج. وفي الختام، هذه رسالة إلى جموع الشعب المصري الذي أعشقه وأحبه، وأحب الأرض التي يعيشون عليها. أقول لهم: إننا نؤسس كيان حزب صقور مصرية تحت التأسيس، ليس للوجاهة، ليس للوجاهة وليس للمظاهر. أنا ممكن ألزم بيتي مثلا وزي أي مواطن يأكل ويشرب ونايم وخلاص، بس أنا رافض، لأن ربنا هيسألني: ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لوطنك؟ ماذا قدمت لمؤسسات بلدك؟ ماذا قدمت لهذا الشعب؟ إن ما كانش يبقى لي دور في دعم بلدي، أمال مين اللي هيدعم البلد؟ إن ما كانش يبقى لك دور في دعم وطنك، مين اللي هيدعم الوطن؟ مين؟ فأنت مؤتمن، كل واحد مننا مؤتمن، وليست العبرة في الحياة أكل وشرب، لا، القصة ليست في الأكل والشرب. يا أخي أنا أفطر أكل وجبة واحدة في اليوم، وجبة واحدة، ووفر الوجبة الثانية لرجالات القوات المسلحة المصرية الشرفاء يشتروا بها سلاح لرد العدوان عن أمك وأمي وزوجتك وزوجتي وعن كل مقدرات هذا الوطن. ده الكلام ده للي بيفهم. قلت لكم مليارات المرات قال ربنا رب العزة في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا. ده كلام مين؟ كلام ربنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. وهفضل أقول تاني: وأعدوا، أدا فعل أمر لحقت به واو الجماعة للجميع، فعل أمر، ما استطعتم من قوة. كلمة قوة قلنا مليارات المرات الكلمة النكرة في السياق القرآني أو في السياق اللغوي تعبر عن العموم والشمول. يعني إيه؟ قوة عسكرية، وقوة بدنية، وقوة اقتصادية، وقوة سياسية، وجميع أنواع القوى عشان ترد العدوان. وأنا أتذكر كلمة قالها فخامة السيد الرئيس السيسي حفظه الله، كلمة عامية جميلة بسيطة عشان تصل لجموع الشعب. بيقول لهم: الأسد العفي ما حدش بيقدر ياكل لقمته. ده تأويل، يعني دي تأويل تحت مظلة هذه الآية: الأسد العفي ما حدش يقدر ياكل لقمته. فالنهاردة العالم كله النهاردة بيعمل لك حساب، بيعمل لمصر حساب. ليه؟
لأن أنت عندك النهاردة مصر بتعد جيشا جسورا، مش إعداد بالتسليح بس، لا، إعداد بدني، إعداد نفسي، إعداد معنوي، إعداد عشان أفرخ جندي مقاتل. ولذلك أنا بقول لك أنا غيرتي على الشباب المصري، بقول له احذر الانسياق وراء دعوات الغرب من الوقوع في مستنقع المخدرات، أو الوقوع في مستنقع المثلية الجنسية، أو الوقوع تحت مظلة النساء، أو الوقوع في إلى آخره. لأن إحنا عايزين شباب قوي يحمل الراية، لأنني مش هفضل شايل الراية. ما هي الراية اتسلمت من جيل لجيل. يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه عليه الصلاة والسلام، وهذا رسول الله، يعني أفضل خلق الله. جه من بعده أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، الخلافة المملوكية، اللي إلى آخره. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأنت بتسلم جيل لجيل، بتسلم الراية للي بعد منك. فلما يلاقيك بطل وغيور على دينك ووطنك ورئيسك ومؤسسات بلدك، يبقى أنت غرست في نفسه الوطنية. ولذلك أنا لما نشأت وبدأت أوعى وأقرأ في التاريخ، مش هرجع لورا قوي، ده أنا هجيب لك بس من أيام، يعني قصة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي قرأت باستفاضة باستفاضة. فكنت أقف كده قدام سعد زغلول باشا، أشوف هذا الرجل ومن ناضل معه من الضباط لكي يقوم بإجلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر. أقعد أتذكر مصطفى كامل، هذا المحامي المناضل الذي أعطى لمصر ولم يأخذ منها شيئا. هلا هو أنا أقل منه في إيه؟ أنت أقل منه في إيه؟ طلعت حرب، محمد فريد، الناس ديت أعطت لمصر دمها وصحتها ومالها، كل ما يملكون، ولم يأخذوا من مصر شيء. أحمد عرابي عليه رحمة الله، الذي وقف أمام الخديوي توفيق في مظاهرة سبتمبر في أمام قصر عابدين في القاهرة، والمقولة التي قالها وما زلنا نرددها: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. ده الزعيم أحمد عرابي. هؤلاء أعطوا لمصر، ادوا لمصر كل ما يملكون، غرسوا فينا الوطنية. طيب تعالى بقى بعد الفترة دي بشوية، تعالى بقى من أثناء 52 وثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر عليه سحائب الرحمات، ربنا يرحمه ويرحم موتانا وشهداءنا وعامة المسلمين جميعا، وحركة الضباط الأحرار. واتفرج على هذا الزعيم. كل مننا له أخطاء، احنا بشر نخطئ ونصيب، ولكن هذا الزعيم لا يختلف عليه اثنين. نعم، ده حقيقة. كان في صف الفقراء، كان في صف المساكين عليه رحمة الله. شوفوا أرض الإصلاح الزراعي، وشوفوا قضاء على الإقطاع من ضمن أهداف ثورة 52 مثلا. خدت بالك؟ اتعلمنا منه الزعامة، لأن هذا الرجل كان نبراسا للأمة العربية، وكان ملهما مهما كان له من أخطاء عليه رحمة الله، إلا أنه كان صاحب فضل في جمع الأمة العربية وتوحيد الصف العربي، وكان له دورا عظيما في حركات التحرر من الاستعمار في إفريقيا وغيرها من الدول العربية. نعم، خش بعد منه كده. فإحنا ما بنبخلش حق حد مناضل وطني. حتى لما اختلفنا مع الرئيس الراحل عليه رحمة الله مبارك، يعني قلنا له ما له عليه ما عليه، بشر يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام اللي هو سيدنا النبي، بشر، ولكن لا نزايد عليه في وطنيته.
راجل قام بدوره الوطني مع الرئيس السادات عليه رحمة الله وعليه الرضا والرضوان، هذا الشهيد البطل قام بدوره الوطني وحافظ على البلد على قدر المستطاع من التشرذم ومن الضياع ومن أي قطعة من الأرض تروح إلى آخره، حتى آخر جزء من البلد تم استلامه ألا وهي طابة مثلا. فأخذنا منه شوية شوية وطنية، خدت بالك؟ كذلك قائده الزعيم السادات، هذا الملهم أيضا، هذا الرجل الشهيد البطل عليه سحائب الرحمات. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى بقى يختم بخاتمة السعادة لمصر بمين؟ وبدون مجاملة يا أخي، بنقولها لله، احنا هنقف قدام ربنا يا أخي. والله مصر كانت ستضيع في الزحام لولا فضل الله، ثم فضل الزعيم السيسي حفظه الله، والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وكل مؤسسات الدولة التي ساندته. ما هو ربنا الأول صاحب الفضل، ثم الزعيم السيسي، ثم مؤسسات الدولة التي تحتضنه وتحيط به، لأنهم عارفين القصة فدعموه وساندوه، ثم الشعب المصري قال كلمته. فإحنا تعلمنا منه الغيرة أيضا على تراب الوطن. راجل ربنا جعله سبب في إنقاذ هذا الوطن من التشرذم ومن الضياع. يوم بعض الناس يقول لك والغلاء 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 ومش عارف ايه واللي يا اخي مصر مرت بمراحل مع هذا الرجل، والله لو رجل اخر ما تحمل. انا بقولها لك يعني بقى، احنا دائما اللي على البر شاطر. شوف منذ ان تولى سدة الحكم فخامة السيد الرئيس السيسي على مدى 7 سنوات تقريبا، شوف كم ملف، ملفات عصيبة. اول ملف منهم اللي هو ملف الارهاب الاسود المستمر الى اليوم، ثم بعد ذلك ملف كورونا، ثم بعد ذلك ملف الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أيضا ملف سد النهضة، ثم أيضا ملف الخونة والعملاء أهل الشر في الداخل والخارج، غير الملفات الاقتصادية الداخلية، غير حمل، حمل لا يتحمله بشر. اللي قاعد بيتكلم ده أصلا قاعد على الجسر، على رأي اسمه ايه توفيق عكاشة، قاعد يزغط البطة وقاعد يتفرج على التلفزيون مش فاضي. معلش في التعبير، ما هو في الفلاحين المصريين يقول لك اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ماشي. فقبل ان نتحدث وقبل ان نتكلم، انزلوا الرجال منازلهم وانزلوا الابطال منازلهم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فكل التحيه والتقدير مني لشخصي المواطن المصري رسلان الباز، ابن من ابناء محافظه الدقهليه وجمهوريه مصر العربيه، وكيل المؤسسين لحزب صقور مصرية تحت التأسيس على مستوى الجمهورية. كل التحية والتقدير مني كمواطن مصري إلى ولي الأمر فخامة السيد الرئيس المبجل صقر مصر والأمة العربية والعالم، فخامة السيد الرئيس السيسي حفظه الله ورعاه وسدد الله خطاه ورزقه البطانة الصالحة وأجرى الخير على يديه ورزقه الحكمة على لسانه. اللهم امين يا رب العالمين. وكل التحيه والتقدير الى رجالات القوات المسلحه المصريه الشرفاء البواسل بكل تشكيلاتهم من اقل درجه الى اعلى درجه، كل التحيه والتقدير لهم. كذلك اوجه التحيه والتقدير والاحترام الى جهاز ورجالات الشرطه المصريه البواسل، حراس الوطن، حراس العرين، العين الساهرة على أمن وأمان المواطنين. وكذلك كل التحية والتقدير إلى رجال الصمت، رجال الصمت، الجنود، جنود الخفاء، الأبطال الشرفاء الذين يحملون على أكتافهم حمل الجبال، حمل الجبال، فهم صامدون ثابتون
لا يكلون ولا يملون من أجل رصد كل خائن وكل متواطئ وكل عميل يضر بأمن وأمان مصر. فكل التحية والتقدير لجهاز المخابرات العامة والحربية المصرية الشرفاء حفظهم الله وسدد خطاهم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وكل التحيه الى جهاز الامن الوطني والامن القومي والامن العام وحرس الحدود وكل من يساهم في الحفاظ على امن وامان هذا الوطن والمواطنين. وكل التحيه والتقدير الى الجيش الابيض من الاطباء ومن المهندسين والمهندسات والمعلمين والمعلمات والعمال والفلاحين وكل أطياف المجتمع المدني، ونرفع لهم القبعة جميعا للشعب المصري جميعا، ونقول له إنك شعب تستحق التقدير والاحترام، لأنك أيها الشعب العظيم عزفت سيمفونية تدرس داخليا وخارجيا، سيمفونية أرهبت العالم كله. العالم كله الآن يقرأ فكرك ماذا صنع الشعب المصري حتى يصمد ويصمت جراء أفعال الخونة من أهل الشر في الخارج والداخل، ووقف وقفة الرجال بجوار قائده وزعيمه البطل فخامة السيد الرئيس السيسي، لأنه شعب أصيل، شعب صاحب حضارة، شعب دين، شعب له تاريخ، شعب لا يزايد عليه أحد. فكل التحية والتقدير لشعب مصر كاملا، رجالا ونساء وشبابا وشيوخا وكل أطياف المجتمع المدني. وكل التحية والتقدير إلى رجالات الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله ورعاه. وكل التحية والتقدير إلى رجالات الكنيسة المصرية، وأوجه رسالة لهم للقطبين الدينيين على أرض المحروسة مصر. نتمنى توجيه الدعاة من على المنابر وكذلك في الكنائس أن يركزوا على معركة الوعي مع الشباب والمجتمع، وتوعية المواطنين بمخاطر الفكر المنحرف، وتعليمهم وتربيتهم على غرس قيم الانتماء والولاء لوطننا الأم مصر والأمة العربية. حفظ الله مصر وحفظ الله قائدها الرئيس السيسي حفظه الله، وحفظ الله الجيش، وحفظ الله كل مؤسسات مصر بأسرها، وحفظ الله أرض مصر وشعبها الأصيل الأبي. وكل التحية والتقدير مني لشخصي المتواضع المواطن المصري رسلان الباز وكيل المؤسسين لحزب صقور مصرية تحت التأسيس. ونحن نرحب بكل أطياف المجتمع المدني من شعبنا العظيم في الانضمام معنا مع هذه الكتيبة الوطنية، لنكون جيشا رشيدا وظهيرا شعبيا بجوار مؤسسات بلدنا وقائدنا الحكيم فخامة السيد الرئيس السيسي حفظه الله ورعاه. ومليارات تحيا مصر ومليارات تسلم الأيادي، وأستودعكم الله دينكم وخواتيم أعمالكم. وأشكر كل من تابعني على هذا البث المباشر. وطبعا أنا سعيد في هذا البث أن سيادة السفير إبراهيم بك الحمزاوي يعني تابع تلميذه على هذا البث المباشر، ولم أره منذ فترة ولم أسمع صوته، فالحمد لله أنه بخير. فالحمد لله على سلامتك يا سيادة السفير، وطمنا عليك، وسعداء بكل من تابعني على هذا البث، سواء كان الأستاذ ياسر الدع والأستاذة الفاضلة أستاذة فاطمة، وكذلك يعني شخصيات أخرى أستاذ عاشور آل الشيخ، وشخصيات كثيرة حتى لا أنسى أحد. فكل الشكر والتقدير لكل من تابعني في هذه الكلمات التي خرجت بصدق من القلب، وما خرج من القلب وصل إلى القلب. وعليكم جميعا أن تتضرعوا إلى الله في جوف الليل وفي هذا الوقت الجميل وقت السحر، بأن يحفظ الله مصر ببركة اسمه الحافظ، وأن يحفظ قائدها من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه ومن تحته. اللهم احفظ قائد المسيرة
فخامة السيد الرئيس السيسي ومصر من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومليارات تحيا مصر، ومليارات تسلم الأيادي.